أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تثبت الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم واعتدلوا وصلوا ورب سبحانه رب واستقبلوا الله أكبر. رحمنا كثيرا سبحانه وتعالى إني وجدت وجهي لا أشهد رسول الله فمسلم وأمر وأشهد أن رسول الله وصدق أمرك ولم نسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن يرد الله أن يهديه يجعل صدره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. الله أكبر. اللهم صل وسلم. سمع الله لمن حمده ربنا حمدا من السماوات ومن الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ولا يقضي عليك إنه لا يجمع ولا جمة مرة ربنا فلك الحمد على ما كنا نستغفرك ونتوب إليك. صلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. ارحمني وجبرني ورفعني ورزقني من شرور الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله. Subhanallah karim dan benar. Alhamdulillah 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari salat berjamaah. An Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masyaina fil zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Buraidah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid pada kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala syai'in yukaffirul khotoya wa yazidu fil hasanat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i awit tuhuri fil makarih wa kathratul khuta ila hadzal masjid was-salatu ba'da as-salati wa ma min ahadin yakhruj min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli ma'al muslimin aw ma'al imam thumma yantadhiru as-salata allati ba'daha illa qalatil malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang bisa menghapuskan dosa dan menambah kebaikan? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu atau bersuci di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid ini dan mengerjakan salat sesudah salat. Apabila seseorang berangkat dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu tiba di masjid dan mengerjakan salat berjamaah bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu salat berikutnya, maka para malaikat akan mendoakannya, wahai Allah ampunilah dia, wahai Allah rahmatilah ia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, maukah aku beritahu kalian sesuatu yang bisa menambah pahala dan menghapus dosa? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu atau bersuci di masa susah, memperbanyak langkah ke masjid ini dan mengerjakan salat sesudah salat. Apabila seseorang berangkat dari rumahnya dalam keadaan bersuci, lalu ia tiba di masjid dan mengerjakan salat jamaah bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian menunggu salat berikutnya, maka para malaikat akan mendoakannya, wahai Allah ampunilah ia, wahai Allah rahmatilah ia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kasratul khata' ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salati fadzalikumur ribat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kalian, maukah aku tunjukkan kalian sesuatu yang karenanya Allah akan menghapuskan dosa dan karenanya pula Allah akan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di kala susah, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat sesudah salat. Itulah ribat yang hakiki. Hadis riwayat Muslim. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang karenanya Allah menghapuskan dosa dan karenanya pula Allah akan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu di kala susah, memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu salat sesudah salat lain. Itulah ribat yang hakiki. Hadis riwayat Muslim. Keterangan makna kata ribat adalah menekuni sesuatu. Ini berarti seolah-olah si pelaku ribat menahan dirinya terus-menerus berada dalam ketaatan tersebut. Alhamdulillah telah dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari salat berjamaah. Insyaallah apa kedengaran kita akan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan amin. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك ارحم الراحمين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله